بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم عبير من مطبخ أكلات بيرو. اللي أول مرة يشوفني ويشوف القناة بتاعتي رجاء يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. النهاردة حبايبي هنقدم مع بعض طريقة عمل الآيس كريم. عايزة أقول لكم طريقته تحفة، سهل جدا جدا وجميل. طعمه حلو قوي. لا غنى عنه في الصيف الحار اللي احنا فيه ده. هتعملي حاجة نظيفة كويسة لأولادك. هتنفعك، هتحطيها في الفريزر موجودة عندك طول الصيف، هتبقى موجودة عندك. والله اللي أنا العلبة المليانة دي اللي آخرها دي معمولة بحبة من الفاكهة، حبة مشمش صغننين خالص ما يجوش ربع كيلو. أنا كنت شايلهم في الفريزر. تمام، كنت جايبة المشمش وطلع ميزز شوية وسبته يستوى حبة. وبعد كده نضفته وفصصته وحطيته في الفريزر، قعد عندي في الفريزر يعني بقاله بتاع حوالي اسبوع او اسبوعين. تمام. انا ما بقولكيش قعدي الفاكهه اسبوع او اسبوعين لما تعملي الايس كريم، لا انا بقولك يعني كان عندي الفاكهه علشان تتلجيها وتعمليها ايس كريم. يعني مش اقل من 24 ساعه في الفريزر. تمام. انا كنت عامله الصوص الجميل ده، الصوص ده بالعنب وبالبرقوق، وانا كنت منزلاه في القناه قبل كده. حطيت عليه كده الصوص الجميل ده اللي انا عاملاه. بصوا قد ايه بقى البوله بتاعه الايس كريم جميله وناعمه وبتطلع. بصي الكره عامله ازاي. حطيت عليه بقى الصوص ده تحفه بجد يعني. حاجه كده خطيره 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 وهم. ممكن انت تحطي بدل الصوص اللي انا حاطاه ده، ممكن تحطي شوكولاته، ممكن تحطي نوتيلا، ممكن تحطي اي طعم تاني، ممكن تاكليه كده من غير اي طعم. ممكن كمان تفتفتي بسكوت، تحطي بسكوت كده عليه، يعني قطع البسكوت كده ترشيها عليه. هيديكي برضو طعم وشكل في منتهى الجمال. حاجة قيمة جدا للجيوب، من غير مواد حافظة ومن غير ألوان صناعية. عملنا كل حاجة طبيعية 100%. وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. حاجة جميلة جدا جدا. انا مسكت كوبايه الايس كريم مش عايزه اسيبها اصلا. من جمالها والله تحفه وحاجه طبيعيه. يلا بينا بقى مع بعض نشوف احنا عملنا الطريقه دي ازاي. بصوا بقى قد ايه، بصوا بالمعلقه عامل ازاي الايس كريم. يعني ايس كريم ايس كريم يعني يا جماعه، مكوناته بسيطه. انا عندي الفاكهه اللي انت هتستخدميها ممكن بدل المشمش. ممكن تستخدمي اي حاجه، انا كان عندي المشمش متوفر، فممكن تستخدمي اي حاجه مش شرط مشمش يعني. تمام. ممكن بقى البديل بقى نفس الطريقه دي بالظبط هتعمليها بالفراوله، بالمانجا، بالكنتالوب، باي نوع من انواع، بالبطيخ، باي نوع من انواع الفاكهه ممكن تعمليها دي. انا عندي المشمش متلج زي ما انتم شايفين اهو، نزلت عليه بكوبايه من الكريم شانتيه، يعني كوبايه صغيره مش كوبايه كبيره. كان عندي لبن رايب حطيته. اللبن الرايب اداله طعم في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم كمان ممكن يتعمل بالتوت واللبن الرايب، هيبقى اللي هو الايس كريم الزبادي توت، بيبقى تحفه. هضربهم مع بعض كده. يبقى انا حطيت ايه بقى، حطيت اللبن الرايب حوالي نص كوبايه، وحطيت كوبايه من الكريم شانتيه برده كوبايه صغيره، يعتبر نص كوبايه، يعتبر نص كوبايه كبيره. تمام. وضربتهم كده في في الكبه زي ما انتم شايفين لغايه لما الكريم شانتيه بتاعي داب والرايب داب، والقطع الفاكهه بتاعتي ما بقاش يعني بقت كريميه شويه. نزلت عليها ب مثلا بربع كوبايه من السكر البودر. التحليه دي حبايبي حسب الرغبه، يعني التحليه دي بتاعتكم. انا عندي هنا معلقه من عسل الجلوكوز. ممكن البديل بتاعه العسل النحل، ولو مش متوفر مفيش اي مشكله، يعني العسل الجلوكوز بيديله مطه شويه. تمام. ممكن البديل بتاعه العسل النحل، بس العسل الجلوكوز رخيص جدا، ارخص كمان من عسل النحل. انا بجيب البرطمان رخيص وبيقعد عندي سنين بصراحه. انا دقته هنا اللي حسيت ان هو محتاج حبه سكر تانيين. وزي ما قلت لحضراتكم السكر ده بيبقى حسب الرغبه. تمام. انا دقته حسيت ان هو عايز شويه سكر. تمام. اوعي تحطي بقى سكر خرز لما داب كده، لا انا عايزاك تستخدمي السكر البودر. انا كان عندي السكر بتاع العيد بصراحه، اللي بواكي السكر بتاعت العيد. حطيت كده باكوين تانيين عشان يديني الحلاوه اللي انا عايزاها. تمام. ضربت تاني كده في الكبه لغايه لما السكر بتاعي داب كده. تمام. الايس كريم بتاعي خلاص كده. دي الطريقه دي في منتهى الجمال، وطلع تحفه تحفه معايا، يا ريتكم تجربوها. تمام. دي بقى ممكن بالفراوله زيها كده بالظبط، بالمانجا، بالتوت، بالايس بالبتاع ده،
بالبطيخ بالكنتالوب، هي الطريقه. يعني مش هتبقى مختلفه تماما، مفيش اي حاجه غير الاختلاف اللي هيبقى الطعم بس. انا ما رضيتش احط له بصراحه، كان عندي الوان صناعيه ما رضيتش احط له، ما رضيتش ادخل له اي لون. كان عندي الوان غذائيه، ولون اصفر، لون المشمش واللون الاورنج والكلام ده كله. بصراحه ما رضيتش احط له، خليتها كده، حسيت ان هو طبيعي. عشان قد ايه الحاجه لما تبقى طبيعيه بتبقى جميله جدا جدا. انا كده حطيت الخامه بتاعتي في قلب علبه، وقفلتها كويس جدا. تمام. نضفت العلبه كده من بره، وحطيتها وغطيتها بالغطا بتاعها، وحطيتها في الفريزر لمدة 24 ساعة. يعني زي الميعاد اللي انت عملتي فيه وحطيتيه في التلاجة، حطيتيه في الفريزر، تطلعيه في نفس الميعاد. تمام. انا كده جبت طلعته بقى شوية من الفريزر. تمام. جربته كده، وحطيت المعلقة بتاعتي في مية سخنة، اللي هي البولة، قصدي معلقة الايس كريم اللي هعمل منها البولات، حطيتها في مية سخنة. تمام. وسبته يهدى شوية، وبعد كده بقيت اطلعه بقى كده بالمعلقة بولات كده جميله. وجبت بقى الصوص اللي انا عاملاه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، حطيت كده في الكاس، وبقيت ايه يعني ايه اعص الكاس كده حوالين كده داير ما يدور. وحطيت حبه من الصوص تحت، اللي هو الفاكهه اللي انا مجففاها، عاملاها زي الكمبوت. وعملت كده الكور الايس كريم. ممكن بقى تحطي بقى الشوكولاته. عايزه اقول لكم كمان، ممكن الطريقه دي تتعمل بالنسكافيه بطعم البن، طعم القهوه، اللي كيف القهوه. هتتعمل بنفس الطريقه كده، زيها كده، بدل ونحط فيها بواكي نسكافيه، او اللي هي 2 في 1، او اللي هي الكوفي ميكس. هنعملها بنفس الطريقه كده، وهتديكي الايس كريم بطعم القهوه زيها كده بالظبط. جميله جدا جدا. وكمان الايس كريم بقى بطعم القهوه لما تحطي عليه صوص الشوكولاته، واو، هيودي الايس كريم في حته تانية. كده بقى اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. واللي عجبه الفيديو ما ينسانيش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وان شاء الله اشوفكم في وصفه تانية جديده ونوع جديد من الايس كريم، عشان انتم متعودين مني كل سنه اجيب لكم طريقه جديده للايس كريم. اشوفكم ان شاء الله في طريقه تانية من الايس كريم، وطريقه اسهل من دي كمان. ان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي بحبكم. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك. يا ريت يفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد. باي باي.